المخلوطة أكلة شتوية بامتياز، وهي الأكلة ما بيعملها غير أهل حلب بسوريا. هلا حبايبنا الشوام والحمصية والحموية وبقية المحافظات بيقولوا لي شو هي مخلوطة؟ ونميت السلامة، تعوا وشوفوا شلون بنعمل المخلوطة. حلبية الأكلة يا خيتو. أول شي رح يلزمنا العدس الأحمر، أنا عملت 4 كاسات كبار، كترت الكمية، أنتوا اعملوا مثل ما بتحبوا. كتير مهم العدس ينغسل منيح، يعني بنضل بنغسله وبنصفيه لحتى تصير المي اللي فوقه صافية تماماً. منضيف فوق المي، بدنا نسلقه فيها تقريبا فوق العدس ب5 أصابع. كاسة رز قصير بننقع بمي سخنة ونتركها شوي على طرف لحتى يستوي العدس، وبعد ما يستوي العدس بنطحنه في المكسر وبنضيف فوق الرز اللي نقعناه بس من دون ميته، وبنتركهم على نار هادية وبنحركهم كل شوي لحتى يستوي الرز. ويلا نحضر البصل واللحمة. لهالكمية فرمت 3 بصلات حجم وسط مع نص كيلو من اللحمة، ملح وبهار حلبي أو فلفل أسود، وبحركهم لحتى يستووا. الرز عندي استوى، رح اضيف لهم معلقه صغيره فلفل احمر، معلقه صغيره ملح، ومعلقه صغيره من الكمون، وبحركهم وبس يصيروا بهي السماكه المخلوطه جاهزه. حسيتوها صارت كتير سميكه بتقدروا تضيفوا مي. اللحمه والبصل استووا، رح ضيفهم فوق العدس والرز وتحريكتين بس 5 دقائق على النار وصارت الاكله جاهزه. كان لازم اترك شويه لحمه وبصل على طرف شأزين فيهم وش المخلوطه، هيك اصوله بس اللي عندي ما استنوا. كمون فلفله حمرا وصارت جاهزه. يا هيك اكلات الشتاء والبرد يا بلا. ايه اكله عالميه بتشهي، طيبة طيبة لذيذة لذيذة، لا تقولوا حاجة. لا تنسوا جنب البصل الأخضر والفجل عصرة ليمونة كمان بتشهي. هلا في ناس بتحمس جنبها خبز، بس والله ما بدهم، هيك وبكفي. صحة وهنا يا رب.